الفيلم بيبدأ مع مجموعة من علماء الطقس وهم بيقيسوا مدى تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الجليد، وبيبقى في منطقة من المناطق الثلجية في القطب الشمالي. وبيكون واحد من الفريق اللي اسمه فرانك واقف بجهاز المسكوب علشان يقيس عمق الجليد. فجأة بيحصل انشقاق في المكان المسكوب بيسبب فجوة كبيرة في الجليد، وبيبقى فرانك هيقع في الفجوة اللي حصلت، لكن صحابه بيلحقوه وبتبقى المعدات على الجنب التاني من الجليد. بتكون المسافة بعيدة جدا، لكن بيبقى جاك قائد الفريق بتاعهم مش عايز يسيب المعدات، فبيضطر ينط علشان يجيبها، لكن الفجوة بتزيد وبيبقى صعب انه يرجع تاني لمكانه، لكن بينط بأقوى ما عنده وبيوصل للجنب التاني، لكن الجليد تحته ما بيستحملش النطة. يقع جاك بس بيقدر يمسك في الجليد من خلال معداته، ويلحقوه صحابه وبيخرجوا من المكان قبل ما ينهار. ومن الناحية التانية بيبقى فيه مؤتمر من المؤتمرات العالمية بيكون حاضر فيها رؤساء الدول وأصحاب المناصب المهمة علشان يعرفوا مدى سوء المناخ وتأثيره على الكوكب. بيتكلم جاك وبيقول إنه شاف في نفسه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة على مدة آخر 10 سنين في رحلة اختبار، وإنه عمل اختبار لمنطقة من المناطق الجليدية دي، وبيقول إن بسبب ارتفاع الغازات الملوثة في الجو زادت درجات الحرارة وأصبح المناخ العام مرتفع جدا، هيرجع العالم تاني للعصر الجليدي. وده لأن الشمس هتبقى سبب في ذوبان الجليد في القطب الشمالي، وهيزيد منسوب المياه العذبة في المحيط، وكده هيحصل تغيير في معدل المحيط الأطلنطي، واللي هو سبب أساسي في نقل الحرارة بعد 100 سنة أو حتى 1000، وهو مش متأكد. لكن اللي هو متأكد منه إنهم لو ما حاولوش يلاقوا حل من دلوقتي، عيالهم وأحفادهم هم اللي هيدفعوا ثمن ده. فبيرد عليه نائب الرئيس الأمريكي وبيقول له إن الحلول المتوقع إنها تحصل هتسبب مشاكل اقتصادية عالمية، إن هم ما عندهمش حلول بديلة لأي مصدر بيسبب تلوث زي شركات البترول والمصانع، وإن اقتصادهم هامش جدا زي المناخ بالظبط. وبيخلص الاجتماع من غير أي حلول، وبيبقى الاجتماع في الهند، وبتبقى سجلت أقل درجة حرارة في تاريخها لدرجة إن الدنيا بقت بتمطر تلج. وبيخرج جاك من المؤتمر وهو بيدور على تاكسي، بيجي شخص من اللي كانوا موجودين في المؤتمر بيتعرف عليه، بيكون اسمه رابسون، واللي بيبقى عالم كبير في مركز ايدلاين في انجلترا للابحاث المناخيه. وبيكون جاك معجب جدا باعماله، وبيقعدوا مع بعض يشربوا الشاي، وبعدها بيرجع كل واحد فيهم على بلده. بعدين بيتصل جاك بمراته ليزا اللي بتكون دكتوره، وبيشتكي لها من درجات سام ابنهم، وده لانه اول مره يجيب اقل من امتياز. فبتقول له ليزا انها ما عندهاش وقت تتكلم في الموضوع ده، وتقول له يوصل سام المطار بكره، وده علشان عنده مسابقه عالميه في نيويورك. وفي نفس الوقت في مركز ابحاث بيسجلوا انخفاض كبير في درجات الحراره في اكتر من منطقه على الكوكب. بيبقى المسؤولين شايفينها عاصفه ضخمه جدا هتدمر نص الكوكب. تبقى نظريه جاك بتتحقق لكن باسرع ما كان متخيل. بعدها بيجي مديره في الشغل بيبقى متضايق من جاك بسبب رد فعله في الاجتماع مع نائب الرئيس، وبيقول له ان احتمال يوقف تمويلهم. فجاه بيفتكر جاك ميعاده مع ابنه سام، فبيتحرك بسرعه عشان يوصله المطار، وفي الطريق بيساله عن درجاته، يعني ايه السبب اللي ما خلاهوش يكتب طريقه الحل. فبيقول له انه بيحل المساله في دماغه، وبيضحك وقتها لان المدرس سقطه لانه اذكى منه. بيقول له سام ان المدرس هو اللي قال له كده وسقطه. وبعدها بيوصلوا المطار وبيركب سام الطياره، وبيبان انه بيخاف جدا. فجاه بتحصل عاصفه قويه وبتبقى الطياره هتقع، لكنها بتعدي. بعدها بيلاقوا اسر كبيره جدا من الطيور وهي مهاجره. وفي نفس الوقت بيرصد مركز ايدلاين اكتر من 4 مناطق متوقع فيها حدوث اثار شديد من الاعصار. ده الاول من النوع اللي اسمه التوريوندو، واللي بيبقى من اقوى الاعصار. بيتفاجئ البروفيسور ريبسون باللي حصل، وبيتصل بجاك وبيقول له ان نظريته ابتدت تتحقق، وبيحكي له عن اللي بيحصل في انجلترا واوروبا. فبيتصدم جاك وبيقول له انه ما كانش متوقع حدوثها بالسرعه دي. فبيقول له ريبسون انه لازم يخلي البرنامج بتاعه يعمل محاكاه علشان يعرف ازاي ممكن يتعاملوا مع ده. وبعدها بيروح جاك للشغل وبيعرض على المدير فكره البرنامج اللي بيفكر فيها. بيبقى المدير مش مقتنع بكلامه. بعدها بيوصلوا المكان فيه باقي الباحثين، هم بيتفرجوا على الاعصار اللي بيحصل في لوس انجلوس واللي بيبقى دمر المدينه تماما. فبيعمل المدير اجتماع علشان يناقش حاله الجو ويعرف راي الباحثين والعلماء في اللي بيحصل. بعدها القطب الشمالي للمحيط الاطلنطي اتغير، فبيسالوا المدير ايه معنى الكلام ده وايه حاله المناخ. قال له دي هتفضل مستمره. فبيقول له جاك ان الموضوع كمان هيسوء اكتر. فبيطلب المدير من جاك يثبت النظريه ويشتغل على البرنامج بتاعه. فبيقول له قدامه 48 ساعه بس، ويشتغل جاك وباقي الفريق على البرنامج. وبعدها بتظهر النتيجه، وبيعرف حاله الطقس انها هتسوء اكتر، والتلج هينتشر في كل المكان، وهيشاهدوا بعينيهم العصر الجليدي. بعدها بيطلب نائب الرئيس انهم يوقفوا الرحلات الجويه والمطارات وكل وسائل النقل بسبب الطقس وبسبب تدمير المدن الشماليه، لان الدور بيبقى جاي على نيويورك. وبيقول له ان البنيه التحتيه للمدرسه اللي هم فيها ضعيفه ومش هتستحمل الاعصار اللي جاي. وبعدها بيقول له ان اداره المسابقه بتدور على مكان تاني يقعدوا فيه، وتفضل حاله الجو تسوء اكتر واكتر. وبعدين بتنخفض درجه الحراره في شمال اوروبا. بعدها بيقع 4 طيارات هليكوبتر بسبب تجمد الوقود. وبعدين بيقول لهم اللي هيخرج من بيته هيموت متجمد بسبب الذوبان اللي بيحصل في القطب الشمالي بشكل سريع، وان كمان بيرتفع مستوى سطح البحر ل7 أمتار.
وبعدها بدأت مدينة نيويورك بالانهيار. في الوقت ده بيتحرك الناس ناحية المكتبة علشان يستخبوا فيها، وبيبقى سام مع أصحابه، لكن فجأة بتقف صديقتهم لورا علشان تساعد واحدة محبوسة في التاكسي مش عارفة تخرج. وفي الوقت اللي بتساعدها فيه لورا بيكون أثر تسونامي جديد دخل على المدينة وبيقرب الإعصار أكتر من لورا، لكن ما بتاخدش بالها. وقتها بيشوفها سام وبيجري بسرعة علشان ينقذها، وبيدخلوا المكتبة مع بعض على آخر لحظة، وبيعدي الإعصار وبيكمل طريقه. وفي اجتماع مع نائب الرئيس بيطلب جاك منهم من إخلاء جميع الولايات الشمالية، وإن الوضع هيستمر أكتر من 4 أسابيع. لكن نائب الرئيس ما بيهتمش وبيسيب الورق مع المساعد بتاعه، وبيقول لجاك إن عنده اجتماع ومش فاضي. وبعدها بيتبلغ بالإعصار اللي حصل في نيويورك. بدأت تتكلم الوسائل الإعلامية إنه بقى من المستحيل إن حد يتحرك ناحية نيويورك. وقتها بتعرف ليزا المشكلة اللي هم فيها، وبيحاولوا يطمنوا بعض. بعدها بيفتكروا ذكرياتهم مع ابنهم على أمل إنهم يطمنوا عليه. وبعدها بيحضر جاك معداته وبيسافر، لكن فجأة بيطلب منه المدير إنه يشرح الجهاز بتاعه، وبيقول له جاك إنه قال أكتر من 3 مرات ومفيش فايدة. بعدها بيقول المدير إن المرة دي هتبقى مختلفة لأنه هيشرحها قدام الرئيس الأمريكي. وبيحضر جاك اجتماعه مع الرئيس وبيقول له إن الإعصار هيستمر لمدة 10 أيام، وبعدها حالة الجو هتستقر شوية والشمال هيتغير تماما. وبعدها بيسألوا لو في حل. وقتها جاك بيقول له إن الحل إنهم يهاجروا ناحية الولايات الجنوبية زي تكساس أو المكسيك. فبيتريق عليه نائب الرئيس وبيقول له تسيب لهم هم الأمور السياسية. فبيتعصب الرئيس ويقول له لما أهل العلم يتكلموا أهل السياسة لازم يسكتوا. لكن نائب الرئيس بيبقى معترض على قرار الهجرة الجماعية لولايات الجنوب ده لأنه مش عايز يسيب الولايات الشمالية تضيع منه. فبيسأل عن اللي هيحصل لسكان الولايات الشمالية. فبيقول له جاك إن أي حد فيهم هيخرج من بيته هيتجمد، وإن مفيش حل قدامهم غير إنه يفضلوا قاعدين في البيت ويصلوا. وبيقول له بعدها إن هو حذر نائب الرئيس قبل ما الإعصار يدمر المدينة دي والمحيط يغرقها، لكن دلوقتي محدش هيقدر ينقذهم ولا حتى بطيارات، الوقود بتاعها هيتجمد وهتقع. وساعتها بيبقى هيبعت لهم حملات انتحار مش انقاذ. بيقتنع الرئيس بكلامه وبيوافق على عمليه الهجره الجماعيه للولايات الجنوبيه، وبيعرف الشعب الخبر وبيسافروا كلهم على المكسيك. وساعتها المكسيك بتقفل حدودها بسبب المهاجرين الغير شرعيين وبسبب العلاقات السياسيه السيئه بين امريكا والمكسيك، وانهم عشان يفتحوا الحدود في مقابل انهم لازم يقللوا سعر الضرايب شويه وطلبات تانية. في الوقت ده بيكون سام واصحابه مع باقي الناس في المكتبه وبيشوفوا الناس ماشيه على الجليد. بعدها كانت في ناس بتحاول تمشي، لكن سام بيقول لهم انه سمع من والده انهم ما ينفعوش يتعرضوا للاعصار علشان هيتجمدوا. فبتقول له لورا انه لازم يقول للناس قبل ما يفوت الاوان. فبدا يتكلم مع الناس وحراس الامن، لكن محدش بيقتنع بكلامه، وعدد بسيط بس من الناس اللي اقتنع بيه. وهيشغلوا الدفاية ويجمعوا أكبر عدد من الكتب والورق علشان الدفاية، وهيجمعوا الأكل المعلب علشان ياكلوه. وبيقدر باركس واللي بيكون صديق سام إنه يشغل الجهاز اللاسلكي، ويعرفوا إن بقى من المستحيل حد يدخل نيويورك. وبيقول باركس لسام إن والده مش هيجي ياخده، وبيقول لهم لو هيفضلوا في المكتبة أكتر من كده هيموتوا. فبيسكت سام وهو بيفكر في والده. ومن الناحية التانية بيكون جاك وصل للشمال ومعاه فريقه اللي قرر ما يسيبوش لوحده، وبسبب معداتهم اللي بتشتغل مهما كانت حالة الطقس قدروا يعرفوا مكانهم على الخريطة. لكن بسبب حالة الجو الشديد ما كانش جيسون اللي بيسوق العربيه قادر يشوف حاجه، وبيخبط في حيطان مبنى وما بيقدروش يتحركوا بالعربيه. بعدها بيقول لهم جاك يحضروا معدات التزلج لانهم هيروحوا نيويورك ماشي على رجليهم. في الوقت ده بتكون ليزا في المستشفى، وبيكون كل اهالي المرضى اخدوا اطفالهم ما عدا طفل واحد وبيكون اسمه بيتر. بتبقى اداره المستشفى ما قدرتش تتواصل مع اهله، وبتقرر ليزا انها مش هتسيبه لوحده. بعدها بيعرفوا خبراء الطقس انه متوقع انخفاض تاني لدرجه الحراره بمعدل 12 درجه مئويه في الثانيه الواحده. بيعرفوا ان اول المناطق اللي هيحصل فيها الانخفاض ده هي نيويورك. الوقت ده بيكون جاك وجيسون وفرانك في طريقهم لسام، ولكن كميه الجليد الكبيره بيبقى جاك واصحابه ماشيين على حيطان المدينه والمباني والجليد مغطيها، وبيبقوا في صف واحد ورابطين في بعض، وده بسبب شده الريح. وفي اخر الحبل بيبقوا رابطين المعدات بتاعتهم. فجاه بينهار الجليد وتقع المعدات في مبنى من المباني اللي تحت الجليد، وبيقع فرانك معاها واللي بيبقى اخر واحد في الصف. وبسبب انهم مربوطين ببعض بيبقى جيسون وجاك هيقعوا كمان معاه في اخر لحظه، لكن جاك بيلحقهم وبيتحرك ناحيه جيسون علشان يقدر يشد فرانك معاه. لكن الازاز اللي تحت جيسون بيبقى بيتكسر وهو اللي هيسبب انهيار السقف كله والمجموعه كلها هتقع. فبيقرر فرانك يضحي بنفسه علشان صحابه يكملوا طريقهم، وبعدها بيقطع الحبل وهو بيودع اصدقائه وبيموت. وفي المكتبه بتتعب جدا لورا، وبيبقى بيدوروا في الكتب الطبيه على الاعراض اللي بتكون حاسه بيها، وبيعرفوا انها اتجرحت في رجليها، وبيلاقوا ان الجرح قرب
بيعفن وان لازم مضاد حيوي او انسولين، والا هيضطروا يقطعوا رجليها، ويبقى الخروج من بره المكتبه يعتبر انتحار. لكن سام بيقرر يساعد لورا اللي بيبقى معجب بيها، بيقرروا اصحابه ما يسيبوهوش لوحده. لكن بعدها بيدخل سام المستشفى واللي تبقى ابوابها متجمده، وبيدخل اوضه الادويه وبيلاقي ماده الانسولين وبياخدها. قبل ما يخرجوا بيهجم عليهم واحد من الذئاب وبيعض واحد منهم اسمه جيدي، فبيقفلوا الباب بسرعه ويتحبسوا في عاده المستشفى. فبيقول لهم انه هيخرج من شباك الاوضه الثانيه وهيشتت انتباه الذئاب كده يقدر يبعدهم عنهم. وفعلا اخد معاه سكينه وبيخرج من الاوضه الثانيه وبيهجم عليه ذئب منهم، بس سام بيخلص عليه بالسكينه. وبعدها بيهرب بسرعه لحد ما بيخرج بره المستشفى تماما، وبيلاقي ان الاعصار الجليدي بيقرب، فبيروح بسرعه من البوابه الثانيه لاصحابه. لكن جيدي اللي اتعدى من الذئب ما بيقدرش يتحرك، فبيحطوه على عوامه لقوها في المستشفى وبيتحركوا بيه بسرعه ناحيه المكتبه. في الوقت ده اللي بيكون جاك وجيسون في طريقهم لسام، فجاه بيغمى عليه جيسون بسبب شده البروده، وبيقرب الاعصار اكتر وبيشوفوا جاك. فبعدها بيحاول يدور على مكان تحت الارض، بيلاقوا بيت وبيدخلوا فيه بسرعه وبيحط جيسون فيه وبيولع نار. وفي الوقت اللي بيقرب فيه سام وماركس من المكتبه وهم شايلين جيدي وبيدخلوا بوابه المكتبه على اخر لحظه، بيولعوا نار كتير عشان يحافظوا على حراره المكان، وبيقدر جاك يولع نار في الوقت المناسب، وبينجح الاب والابن انهم يعيشوا بعد ما قدروا ينقذوا اصحابهم. وبيجي اخر خبر لنائب الرئيس بموت الرئيس بسبب العاصفه الثلجيه اللي دمرت طيارته. بعدها بنعرف ان نائب الرئيس هو اللي هيبقى الرئيس. في الوقت ده بتكون ليزا لسه مع بيتر في المستشفى، تكون مستنيه اي عربيه اسعاف علشان تنقلهم، وبعدها تسافر على المكسيك. بعدها بيجي واحد من المسعفين بيقول لها انه اتبلغ بوجود طفل في المستشفى، فبتفرح ليزا جدا وبتشكره على الرغم انه كان ممكن يموت. بتروح ليزا مع بيتر للملجأ اللي فيه باقي الاطفال. بعدها بيكون جاك قدامه 64 كيلو عشان يوصل للمكتبه. فجأة بيشوفوا اشعة الشمس، بعدها بيدوب التلج وبتظهر المباني اللي كانت مدفونه تحت، وبيظهر معاها امل جديد للبشريه. بيوصل جاك للمكان اللي فيه سام، لكن بيلاقوا المكتبه مدفونه تحت التلج. وبيدخل جاك وهو خايف، يشوف اخر مشهد مش عايز يشوفه، وهو حقيقة اللي ممكن يكون ابنه الوحيد مات. فجأة بيشوف جاك اوضه خارج منها ضوء نار، فبيدخل بسرعه الاوضه وبيشوف سام ابنه قدام عينيه، وبيفرح سام وبيحضن والده بيقول له انه كان عارف انه هيجي. وبعدها بيعرف الرئيس الجديد باللي حصل، وبيبعت طيارات انقاذ لكل الولايات الشماليه. بيظهر عدد كبير من الناجين فوق الاسطح البيوت مستنيين طيارات الانقاذ، وبيعلن للرئيس انه كان غلطان لما كان فاكر انه يقدر يقف قصاد قوه الطبيعه، وبيقول ان الطبيعه بعتله زي تحذير، وبيشكر كل الدول اللي استضافته، وبيقول ان الازمات هي اللي بتخلي كل واحد يعرف ان مفيش فرق ما بينهم، البشريه كلها واحده قدام قوة الطبيعة وغضبها. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا يا صديقي. ما تنساش انك تشترك علشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيلم الجاي، مع السلامة.